بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة تبرز سنويا في مواسم معينة، ووجودها في المجتمع غير صحي، ويتطلب متابعة من الجهات المسؤولة في الدولة المخولة باتخاذ قرار المتابعة والمنع والسيطرة قبل استفحال خطورتها وتشويه صورة المجتمع. إنها البطالة الوظيفية لجنسيات متعددة استغنت عنها المؤسسات والوزارات، ناهيك عن تفعيل التأشيرة المؤقتة واستغلالها في تمديد الإقامة والاستفادة من الخدمات المجتمعية في عدم وجود مصدر للدخل، لتأخذ الظاهرة انتشارها وبروزها خاصة في شهر رمضان، حيث الصدقات والزكوات وبسلوكيات منفرة من الملاحقة والتجمع والمباغتة لرواد المساجد والمجالس والأسواق بمختلف الجنسيات واللغات العربية والآسيوية بحاجة وبغير حاجة، واستغلال هذا الشهر بمواقف كثيرة يتخللها الزيف والكذب مع المتسولين حاملي بطاقات ثبوتية مزورة لمريض ما بحاجة للعلاج والدواء دون معرفة المصدر وتاريخه وصدقه. يدخلون البيوت بلا استئذان للمساعدة المادية، ويطرقون نوافذ السيارات في المواقف، واستغلال المواطنين، ولا ندرك مدى حاجاتهم وأهدافهم وسلوكهم، ويستغلون الزي الوطني عند التسول للاستعطاف والإحراج، خاصة السيدات من مختلف الجنسيات. هل يترك الحبل على الغارب لمثل هؤلاء دون اعتبار؟ أن انتشارهم يسيء المجتمع ويشوه صورته ويؤثر على مقومات وعوامل الحداثة. لسنا ضد العطاء والصدقات، وقد أمرنا ديننا بذلك، لكن للذين لا يسألون الناس إلحافا ومن يحتاج المساعدة. ولسنا ضد مد يد العون عند الحاجة من منبع إيماني، لكننا مع التزايد والانتشار بلا حدود، مما يؤكد وجود الكثير بدون مورد وعائد مادي، وما يؤدي من بطالة يولد انتشار سريع للمتسولين وسلوكيات غير لائقة كالسرقات والتحايل، ويزداد العدد في ظل الارتفاع غير الطبيعي للأسعار اللي تشهده الدولة دون حلول من الجهات المعنية، وفي ظل البوابات المفتوحة المشرعة باختلاف مصادرها للدخول منها، وفي وجود عمالة سائبة تسترزق من الآخرين لدفع قيمة الكفالة للكفيل. هذه الظاهرة الخطيرة تحتاج مكافحة جدية مجتمعية لإبعاد ضررها مستقبلا أخلاقيا وسلوكيا وأمنيا. فأين الجهات المسؤولة؟ ورمضان قادم، وفي الحلقة الجاية بنلقاكم.